السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ معكم أحمد حكيم وهي حلقة جديدة من حكيم ستيشن. الحلقة بتاعتنا النهاردة غنية ومهمة جدا، هنتكلم فيها عن التحديثات بتاعة سيريم 4 دي 2023. طيب مبدئيا أنا الفيرجن اللي شغال بيه دلوقتي اللي هو 2023.1.3، عشان كنت حملت قبل كده اللي هو 2023 قبل ما تنزل الإصدارات اللي أحدث منه اللي هي 0.1 و 0.1.2 وهكذا. الاصدار اللي هو 2023 مش هتلاقي فيه التحديثات اللي هي بتاعت البايرو او اللي هي المسؤول عن النار والسيميوليشن الدخان والنار والكلام ده، واللي هو يعتبر تحديث مهم جدا نزل في ال 2023.1.3. طيب انا الحاجات اللي هتكلم عنها ممكن ما اغطيش كل حاجه، يعني انا الحاجات اللي هحكي فيها دي بناء على تجربتي الشخصيه وعلى الريسيرش اللي انا عملته. طيب ايه التحديثات اللي تمت في الفيرجن الجديد من السينما 4 دي؟ في تحديثات تمت في الانترفيس بشكل كامل زي ما احنا شايفين كده، في تحديثات تمت على الموديلنج تولز، في تحديثات القوائم، تم نقل قوائم، تم دمج قوائم، حاجات زي كده. طيب مبدئيا الانترفيس بتاعت البرنامج اتغيرت بشكل كامل. خليني اقول لك ان انا يعني قفزت من 2019 2020 دي النسخ اللي كنت شغال عليها ل 2023 النسخه الحاليه اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي. فهتلاقي في تحديثات او تطويرات كتير في الانترفيس، وفي حاجات اتضافت وحاجات اتلغت وحاجات تم دمجها. فخلينا نبص الاول على الانترفيس. مبدئيا عندنا هنا البوتنز بتاعت اللاي اوتس او اللي هي الواجهات البرنامج ده، ممكن هنا تتنقل من كل واحدة للتانية. بقت ريتش اكتر عن القديم. يعني هنا لو بصيت هتلاقي عندك اللاي اوتس هنا في حاجات في زي الستاندر واليو في وال 3 دي والفيجوالايز والكلام ده، في حاجات مكررة. لكن هنا عندك هتلاقي في حاجات جديدة زي مثلا الكروم، في حاجات زي النودز دي، يعني دي من الحاجات القوية جدا. يعني لو ضغطنا مثلا على النودز هنا هتبص تلاقي الانترفيس اتغيرت معاك بشكل كامل. النودز احنا عارفين يعني بنشوفها في شغل الماتيريال اكتر، الناس اللي بتشتغل مثلا 3 دي ماكس او حتى في السينما 4 دي بنشوفها في شغل الماتيريالز لما نشتغل على حاجات زي الاوكتين او الريد شيفت. فبنلاقي الموضوع النوتس ده ان انت الحاجه بتبقى معاك، ان انت مثلا مش محتاج تقعد تنزل فيها في الهيراركي بتاعتها عشان تعدل، لا بتبقى مثلا النوت ده متوصل معاك بده، متوصل بحاجه قبله وبعده. فانت عايز تعدل حاجه معينه فبتيجي مثلا ممكن تعدل هنا، ممكن تعدل هنا، ما بتحتاجش تنزل ليفلز ورا بعض، فبيبقى الموضوع اسهل بكتير. وكل واحده فيهم بتوزع لك العناصر بشكل مختلف. يعني مثلا عندك السكالبتش اللي المسؤول عن النحت، هتبص تلاقي ادوات النحت عندك هنا نزلت بالكامل. طبعا انا لو مسكت البوكس بتاعي كده وضغطت سي من الكيبورد هتتفاعل معايا كل ادوات النحت دي اللي هي حاجات شبه الموجوده في الزي براش. في عندك حاجات مثلا زي البينت كده برضو هتلاقي الفرش بتظهر لك والاستيكه والحاجات اللي هي الخاصه بالرسم. طيب خلينا كده نرجع تاني على الستاندرد. فده اول تغيير معانا. تاني حاجة معانا يعني المنيوز دي هتلاقي فيها حاجات تم عمل اضافات فيها. هتلاحظ ان الحاجات اللي تم تعديل فيها زي قائمة مثلا ايديت ومش، الحاجات دي معمول لها هايلايت او لونها متغير، يعني تلاقيها واخده لون اصفر كده. وده الاوبشن ده بيظهر لك وانت بتفتح البرنامج بعد ما بتسطبه، بيقول لك انت عايز هايلايت على الحاجات الجديده في البرنامج ولا مش عايز. فانا هنا قايل له اديني هايلايت عشان ابقى عارف ايه الجديد معايا. ففي عندك في المش والسلكت والمودز والايديت والسيموليت في حاجات جديده. مش لازم تلاقي الويندو كلها جديده، يعني هي الويندو مثلا لو ضغطت على المش كده هتلاقي هنا هو معلم لك على الموف هي اللي عامله عليها هايلايت. فهي تم اضافتها، ما اضافش تولز جديده لكن جمع لك الوظائف مثلا بتاعت الموف في منيو واحده وحطها لك في الجزء ده. وهكذا في بعض الحاجات، يعني مش لازم بالضروره ان هي مدام هايلايت يبقى هي حاجه جديده تماما. في عندنا بعد كده التولز تم توزيعها بطريقه مختلفه. فعندك الكوردينيت سيستم الاكس والواي والزي بقى مكانهم موجود هنا. في عندك التنقل بين اللوكال كوردينيت سيستم والاوبجكت، يعني بين الورلد اللي هي المحاور الاكس والواي والزد، بين الورلد اللي هي زي بتاعه البرنامج، او بين اللوكال اللي هي تكون خاصه بكل اوبجكت لوحده. بقت موجوده هنا. يعني لو جيت هنا مثلا بتنقل كده بين اللوكال والورلد. وفي عندك برضو موضوع ان انت لو عايز تغير مكان البيفوت ده بقى موجود هنا. انا ضغطت كده مثلا
وحركت، فانا بحرك البيفوت نفسه، هقول له كنترول زد. وفي عندك الحاجات اللي الفيرتكس بقى شكلها كده، الفيرتكس والايدج او السيجمنت والبوليجون والهول اوبجكت بقى شكلهم كده، بدل ما كانوا محطوطين هنا على الجنب اتنقلوا هنا. في عندك حاجات زي السناب، التولز بتاعته بقت موجودة هنا بشكل كامل. في برضو حاجات تم اضافتها جديدة زي السيمتري. السيمتري من الحاجات اللي تم تطويرها في الموديلنج، وهنتكلم عنها دلوقتي، هي ونقاط تانية تم تطويرهم في الموديلنج، بحيث ان انت من غير ما تعوز تحط سيمتري، لا تبقى شغال في الاوبجكت بتاعك، مجرد ما بتضغط بيعمل معاك سيمتري على الناحية التانية من غير ما تعوز تحطه في الويندو بتاعتنا هنا. في عندي هنا السولو او العزل، ان انا عايز اعمل سولو او ايزوليت للاوبجكت بتاعي من التو بوتنز دول. هنا بختار نوع السولو، انا عايزه هيراركي ولا عايزه للاوبجكت بتاعي بس، ده اللي هو الاوتوماتيك. وهنا باكتف، انا عايز اعمل السولو ولا لا. وهنا نفس الكلام. هنا عندك دول اللي هم حاجات خاصة بالسوفت سيلكشن، يعني لو فعلتها مثلا وجيت اعمل سيلكت بيفعل لي السوفت سيلكشن. وهنا دي السيتنجز بتاعتها، يعني لو نزلت هبص كده الاقي الاكسس والسوفت سيلكشن. وهروح مثلا بعد ما اعدل السيتنجز اللي انا عايزها، لو رحت مثلا على الفيرتكس هبص الاقي الحاجات دي شغاله معايا. لو ضغطت كده مثلا وقلت له اعمل لي ايه الكلام ده، فبص كده الاقي السوفت سيلكشن ظاهر معايا. يعني لو جيت هنا مثلا وقلت له روح لي على السوفت سيلكشن ويعلي لي الراديوس بتاعه، خلينا نطلع بالبوكس ده كده شويه. هقول له امسك لي مثلا السوفت سيلكشن كده، علي سواء السترينث او الريديوس بتاعه، وبقدر اتحكم فيه بالشكل اللي انا شايفه ده. طيب عندنا في التولز تاني برضو الادوات اللي هي بتاعه الريندر بقى مكانها هنا. الريندر ان فيو بورت والريندر سيتنجز والريندر بوتون. وفي عندك تغييرات طبعا في التايم لاين. التايم لاين كان فوق شويه وتحتيه الماتيريالز، فالماتيريالز تم ضمها هنا. بقى عندك بتضغط على التول دي فبتظهر لك الويندو دي، بتظهر لك الماتيريالز بتاعتك. عايز تضيف مثلا ماتيريال جديده فبتقول له كرييت، طبعا ممكن دبل كليك كده بيضيف لك ماتيريال اللي هي الستاندر. وعندك القائمه دي بتقدر تعمل منها كرييت. وفي عندنا منيو جديده اللي هي الريد شيفت. طبعا الريد شيفت تم دمجه بشكل كامل هنا في السينو 4 دي، يعني بينزلوا الاثنين كانهم برنامج واحد. مدعم، يعني ايه مدعم؟ يعني بتلاقي ليه منيو هنا من كرييت، بتلاقي فيه الريد شيفت كده موجود. يعني انت مش منزله كبلاجن بقى، لا ده هو بيلت ان في البرنامج. لما بتسطب السينما 4 دي ال 2023 بينزل معاه الريد شيفت بشكل اوتوماتيك. في هنا برضو الويندو دي برضو تبع الريد شيفت، يعني البلاجن مدعم او الريد شيفت مدعم. يعني هتلاقي ليه بوتونز كده في كذا حته زي ما احنا شايفين هنا في كلمه ريد شيفت دي والعناصر بتاعتها. وفي عندك برضو هنا في كرييت زي ما قلنا فيه المنيو بتاعه الريد شيفت دي وكل تفاصيلها. طيب عايز اخفي الكلام ده، بخفيه من هنا. زي ما قلنا البرنامج تم اضافه الريد شيفت بشكل كامل فيه. بتقدر تستفيد بالماتيريالز بتاعته بالريندر بتاعه. يعني لو ضغطت انا هنا على الريندر سيتنجز مثلا ورحت على نوعيات الريندر، كنت الاول بتلاقي الستاندرد والفيزيكال مثلا، ولو انت حاطط بلجن زي الريد شيفت زي الاوكتين وغيرها. لكن دلوقتي عشان الريد شيفت بقى بيلت ان، فبتبص تلاقي الريد شيفت موجود معاك هنا بشكل تلقائي. احنا مش هنتطرق لشرح مفصل للريد شيفت ده، يعني احنا بس بنشوف ايه الجديد في البرنامج، وبعد كده التفاصيل دي ان شاء الله ممكن نشوفها في دروس تانية. في عندي برضو في الاضافات زي الويندو دي تقريبا، اللي هي الويندو بتاعه الاسيتس. لو ضغطت عليها كده بيظهر لي الاسيتس. الاسيتس اللي هي الحاجات اللي احنا بنضيفها مثلا، يعني الحاجات الجاهزه زي مثلا الفرش، الالوان، بعض الموديلز الجاهزه. الكلام ده كله كان موجود معانا في النسخ القديمه. هنا كان موجود عندك هنا قائمه الاسيتس، لكن اتنقلت معانا هنا بقى بمجرد ما تضغط على دي وتقدر هنا تسرش. طبعا يعني مش عايز اقول لك القائمه دي بقت غنيه او كميه اسيتس ضخمه جدا تم اضافتها في الفيرجن ده. يعني هنا مثلا لو بصيت هتلاقي الدنيا متقسمه كاتيجوريز: 2 دي اليمنتس، الارتس اند كرافت باسز، كيتشن. يعني مثلا لو جيت عند كيتشن هنا وضغطت عليه كده
ونزلت على الاكسسوارز، نزلت على مثلا الكوكوير، في حاجات عندك هتلاقي عليها الايكون بتاعت الريد شيفت، معنى كده ان الماتيريالز مثلا المستخدمه فيها مستخدم فيها ريد شيفت، او مستخدم فيها عناصر من عناصر الريد شيفت. الحاجات اللي معلهاش خلاص دي حاجات تبقى معموله بالستاندر. مثلا لو ضغطت على حاجه زي الطاسه دي، هتبص تلاقيها نزلت عندك في المشهد. يعني خلينا نقفل الكلام ده، هتبص تلاقيها نزلت عندك في المشهد زي كده. فزي ما قلت يعني الاسيتس دي، بص يعني خد لك لفه فيها كده، شوف كل العناصر اللي فيها، هتغنيك كتير قوي عن ان انت تقعد تدور اونلاين على موديلز جاهزه او فرش او حاجات تستخدمها في تكتشر او الكلام ده كله. طيب عندنا ايه تاني في الانترفيس؟ عندنا هنا الحاجات بتاعه الكرييت او اللي هي بننشئ منها. يعني الكلام ده كله اللي هو قائمة الشيبس والاوبجكتس والكلام ده كله اللي كان فوق هنا بقى موجود معانا على الجنب. دي اول حاجة عندك النال اوبجكت اللي هي لما بتعمل جروب ولا حاجة، دي الشيبس بقى، وفي عندك تحتها الاوبجكتس، وفي عندك تحتها التكست. التكست تم دمج الموشن تكست او الموجراف تكست مع ال 2 دي تكست، وده شيء منطقي بصراحه. يعني انا ما اعرفش هم كانوا حاطينهم ليه كل واحد في حته، بس كده تقدر تعمل التكست اللي هو ال 2 دي اللي احنا بنديله اكسترود العادي، والموشن تكست اللي هو ال 3 دي اللي بيبقى واخد البيفل بتاعه وكل تفاصيله زي ما احنا شايفين كده. عندنا الموشن تكست، وده التكست العادي. طيب في عندك هنا برضو كل السب ديفيجن والافكتورز والجنريتورز والكلام ده كله، والحاجات بتاعت الموجراف كله ترص تحت بعضه هنا. وبرضو قائمة البلين والديلي والكلام ده كله، والفيلدز هتبص تلاقي كلها اتحطت بكل تفاصيلها عندك. برضو الكاميرات والإضاءة والحاجات دي كلها اتحطت هنا. في عندك المنيو دي برضو، دي منيو اضافيه اللي هي الحاجه بتاعت الميك اديتبل اللي احنا بنضغط الاختصار بتاع حرف سي، او الكرنت ستيت تو اوبجكت، او الكونكت اوبجكتس، او كونكت اوبجكتس وديليت. الحاجات اللي هي كنا بنعملها كده كليك يمين هي موجوده برضو هنا تحت اهي عندك، بس اتعمل لها منيو في الجزء ده. عندنا التايم لاين يعني تم تعديل فيه كده في شكله، لكن ما تمش اضافات قويه فيه ولا حاجه. وفي عندك على اليمين التول بار ده، يعني مثلا لو قلنا له اظهر لي الكيوب ده وهضغط سي، هتبص هتلاقي الكلام كله ده بيظهر معاك. طبعا هنا زودوا التولز بتاعت الموديلنج اللي محطوطه على الشمال. هتلاقي كل التولز بقى بتاعت الكات والايرون والبريدج والكلام ده كله محطوطه معاك على الجنب هنا. طيب من الحاجات الجديدة اللي اتطورت معايا او اتغيرت شوية التاجز. كنت لما باجي رايت كليك كده على اوبجكت ببص كده الاقي مثلا سيميوليشن تاج، وبقدر اعمل سيميوليشن مثلا سوفت او ريجيد او كولايدر او كده الكلام ده. مثلا التاجز دي بقى اسمها بوليت تاجز، الريجيد والسوفت والكولايدر والجوست بادي بقى اسمهم بوليت تاجز، اتضافت هنا في منيو لوحدها. وفي عندك الانيميشن تاجز، وفي عندك هنا حاجه اسمها بروجرامينج تاجز اللي هي شامله الاكسبريسو واليوزر داتا والبايثون والانتراكشن. في عندك برضو الريندر تاجز، هتلاقي اللي هو الساينوير، الديسبلاي، الموشن بلير، الريد شيفت، السكتش ريندر، الكلام ده كله. يعني الحاجات دي اللي هي السيميوليشن تاجز، الكلوث والروب والسوفت بادي والكونكتور والبالون والبايرو والبايروفويل. طيب فده يا جماعة بالنسبة للانترفيس. من ضمن بقى الحاجات القوية جدا 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 اللي تم اضافتها في السينما 4 دي اللي هو شفناه في التاج دلوقتي اللي هو البايرو. ايه البايرو؟ خلينا كده بس نلغي الكلام ده كله، هنقول له ديليت واعمل لي مثلا سفير ويزود لي السيجمنتس بتاعتها كده، وهقول له سي حولها لإيديت بولي، ورايت كليك وهروح على السيميوليشن تاجز وهقول له بايرو. طيب ايه البايرو؟ طيب البايرو عبارة عن تكنيك بيستخدم الفوكسل. الفوكسل دي حاجة شبه مختلفة عن البوليجون. يعني الناس اللي بتشتغل سيميوليشن او اللي متعودة تتعامل مع الفيلدز
عارفة الفوكسل دي بنشتغل بيها يعني في شغل الدخان، المية، الحاجات الليكويد. آه، بتتعامل اخف كتير جدا من البوليجونز، وطريقة الكالكوليشنز بتاعتها او الحسابات بتكون بطريقة مختلفة عن البوليجون. فالبايرو دي مسؤولة عن الكلام ده في السينوفور، دي إضافة جديدة في الفيرجن ده، بتعمل لك الدخان والنار والحاجات دي والانفجارات والكلام ده. فأنا لو قلت له مثلا بلاي، طبعا الموضوع رائع جدا. انا الكلام ده يعني ممكن السفير دي نفسها اعمل لها انيميشن. يعني لو جيت هنا قلت له ادي لي كي فريم مثلا عند الصفر، وتعالى هنا مثلا وادي لي، يعني خلينا نمسك كده، هقفل البايرو وهمسك الاوبجكت كله، وهقول له مثلا تعالى هنا وادي لي كي فريم، فرسم لي كي فريم اهو. اهو لو بصينا على الحركة، وهرجع اشغل البايرو. طبعا بعد ما بتنزل التاج بينزل لك اللي هو البايرو ايكون دي، فهقول له بلاي، فهتبص تلاقي النار معاك بتشتغل بالشكل ده. طبعا بيدي لك تحكم كامل في النار دي. يعني انا لو رحت مثلا هنا على البايرو تاج، يعني لو ضغطت هنا هتلاقي كل التفاصيل موجودة عندك. الفوكسل سايز، السيرفيس ثيكنس، السيرفيس ايميتر، البايرو هنا برضو، هنا البايرو هتلاقي التفاصيل معاك تقدر تتحكم فيها تحكم كامل. احنا مش هنشرح طبعا البايرو لان الموضوع كبير، ده عايز له مثلا ساعة ساعة ونص يتشرح فيه. هتلاقي في ليه تطبيقات اونلاين، يعني بدأت الناس بس اغلبهم اجانب بينزلوا دروس ليه، وان شاء الله هننزل شروحات ليه بالعربي. بس مبدئيا عرفنا ان في حاجه اسمها البايرو نزلت معانا في السينما 4 دي، ومسؤوله عن عمل الدخان والنار وبعض الانفجارات. طيب بالنسبه للموديلنج، معانا حاجات تم تطويرها في الموديلنج. كنت اتكلمت عنها في الحلقه اللي فاتت، حلقه صغيره كده حوالي 10 دقايق، هحط لك اللينك بتاعها في الديسكربشن. كنت بقول ايه الجديد يعني في الموديلنج في 2023. بس خلينا نعدي عليهم كده بسرعة، مش هياخدوا معانا دقيقتين. وفي كمان حاجات تانية ما كناش اتكلمنا عنها هنضيفها في عملية الموديلنج. خلينا ندلت الكلام ده. طيب انا هنزل بوكس كده وهقول له زود لي السيجمنتس وان بي عشان اشوف السيجمنتس بتاعتي، وهقول له سي. طيب الحاجات اللي اتطورت معانا في البوليجون هي البريدج والبوك والفيت سيركل والسيمتري والكلوز بوليجونز. فالحاجات دي انا كنت اتكلمت زي ما قلت عن بعضها في الدروس اللي فاتت، بس خلينا كده نعدي عليهم سريعا. واللي عايز تفاصيل ممكن يرجع للدرس اللي انا هحط اللينك بتاعه. طيب انا هقول له كده ادخل على البوليجونز واعمل لي يو ال كده، اعمل لي سيلكت لي البوليجونز دي واعمل لها ديليت. وانا عايز امسك الايدجز دول وهسلكت الايدج ده. قلنا البريدج ان انت عايز توصل الكلام ده ببعضه. الاول كان لازم توصل التو ايدجز كل ايدج بالتاني وهكذا بشكل يدوي. دلوقتي لا، انت ممكن تختار ايدجز مثلا زي كده على نفس المستوى او متقابلين وتقدر توصلهم بسهوله. يعني لو عملت له رايت كليك كده وقلت له بريدج، هيظهر لي التول بتاعت البريدج كده، فيها السبديفيجن فيها التنشن. يعني مجرد ما اسحب كده مثلا حاجه زي كده بيوصل لي، واقدر اعلي السبديفيجن، اعلي التنشن، اقلله زي ما انا عايز. فدي برضو اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. طيب الحاجه التانية اللي معايا اللي هي البوك دي، اللي هو بقول له امسك لي مثلا بوليجون زي كده ورايت كليك وبوك زي الشكل اللي احنا شايفينه كده، كانه بيعمل لك انست وبيعمل لك فيرتكس في النص. وفي السيتنجز جنبه بقدر اتحكم في الاوفست بتاعي مثلا، بحيث ان هو يعمل لي اكسترود مع البوك. يعني البوك هيقسم لي دي كده زي علامة اكس ونقطة في النص. لو الاوفست لعبت فيها، طبعا هي هنا بالصفر، لو لعبت فيها بالموجب او السالب بيعمل لي اكسترود بقى للنقطة اللي في النص دي، سواء لبره او لجوه على حسب القيمة اللي هديها له. وسيلكت فيرتيسيز بيعمل لي سيلكت للنقاط الجديدة اللي تم اضافتها او النقطة الجديدة اللي تم اضافتها. طبعا انا ممكن اطبق الكلام ده على اكتر من بوليجون. فهقول له مثلا خليك كده واعمل لي سيلكت فيرتكس واوكي. فاللي عمله هنا ان هو ضاف لي الكلام ده وعمل لها اكسترود بالقيمة اللي انا دخلتها. وعمل لي يعني لو رحت كده على النقطة دي هبص الاقيه مختار
النقطة اللي هو ضافها عشان انا معلم على select vertices. طيب الحاجة التانية اللي معايا اللي هي fit circle. fit circle دي اللي هو حول لي edges شكلها عدل لسيركل. يعني مثلا هاجي هنا هقول له اعمل لي select على الكلام ده. طبعا انا السلكت عامل معايا كده لان انا مشغل السوفت سelection. هلغي الكلام ده وهمسك ده كده وهقول له delete وامسك لي الادجز دي ويو ال، وهمسك الادجز دول او الفيرتكس، خلينا نمسك الفيرتكس احسن، وهقول له رايت كليك واديني فيت سيركل. فيت سيركل موجوده هنا معاك وموجوده هنا برضو في المنيو دي. يعني لو جيت هنا ونزلت تحت هلاقيها موجوده هنا تاني برضو. وبيقول لي التول دي الاوبشنز بتاعتها وبقول له ابلاي، فبيعملها لي زي كده، بيحولها لي لشكل دائري. ممكن اجي عند الاوبشنز واتحكم فيها بالسترينث كده، ممكن الراوندنس، ممكن السكيل، ممكن الانجل. يعني لو انا حاسس ان الخطوط دي مثلا مش مظبوطه ممكن اظبط فيها كده لحد ما تبقى بشكل عدل، واقدر بقى اتحكم في الاتشز دي زي ما انا عايز. طيب الكلام ده احنا اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات. في الجديد في الموديلنج في سينما 4 دي. في عندنا نقطة تانية احنا ما كناش اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت اللي هي السيمتري. ان بقى دلوقتي في سيمتري ما بقتش محتاج ان انا اروح على الكلام ده هنا مثلا واقول له اديني سيمتري وتنزل واحط الاوبجكت تحتها وعدل الكلام ده. اوكي عملي معاك مثلا لو انت بتعمل كده جميل جدا. وبتيجي مثلا بمسك البوليجون ده افترض كده مثلا وهقول له اديلي اكسترود زي كده، وبيشتغل معايا في الناحية التانية وتمام وزي الفل. طيب لو انا مش عايز اعمل الكلام ده، يعني خلينا كده ننزل اوبجكت جديد وهقول له سي وامسك لي البوليجون ده واي عشان اعمل انست، ودي عايز اعمل الكلام ده. طيب انا عايز نفس التعديل اللي انا عملته على مستوى البوليجون يحصل معايا الناحية التانية، او انا خلصت هنا تعديلات وعايز اعدل في الناحية التانية من غير ما استخدم سيمتري. فممكن اعمل الكلام ده باستخدام التولز دي. يعني لو جيت هنا مثلا ظهر لي كل الاوبشنز بتاعتها اسمها سيمتري هاب، وعندي يعني بظبط الاوبشنز من هنا وبعدين بفعل السيمتري من هنا، او رايت كليك كده وهدخل على سيمتري. في عندي هنا سيمترايز والويندو بتاعتها ايه برضو اللي هي اللي فيها السيتنجز نفس الويندو. فانا هقول له رايت كليك وسيمترايز. طبعا عمل لي كده عشان مختارين الراديال. فخلينا نرجع تاني سيمتري وهفتح دي وهقول له خليك بدل الراديال خليك بلانر. مفروض يعني انا شايف ان كان المفروض يكون في مثلا بريفيو ويند اوبشن هنا اني تعدل ويظهر لك التعديل بتاعك فين. مش لازم تقفل الويندو عشان تشوف يعني الافكت بتاعك او ايه اللي حصل. فهنا مثلا بتختار تقول له انا عايز تعديل في الاكس ولا في الواي ولا في الزي. هنا بيقول لك ده اوف وده اوف، فمعنى كده ان هو هيعمل لي السيمتري في الزي. احنا ممكن نقول له هنا خليه في الاكس، يعني الموجب للسالب. الموجب اللي هو يعني من اتجاه السهم، الاتجاه اللي ماشي فيه السهم ده هو الاتجاه الموجب والعكسه هو السالب. فهنا بيقول لك من الموجب للسالب. هنا بقول له في مثلا اعمل لي في الاكس واعمل لي في الزد وما تعمليش في الواي. تمام. وهنا التوليرانس والحمل الخيط اللي هيطلع والكلام ده، ويبقى اقول له اوكي. فهو بص كده الاقيه عمل لي هنا قسم، يعني عمل في الزد وعمل في الاكس. عمل لي هنا في الزد قسم الخط ده او قسم البوليجون ده وعمل لي نسخه منه هنا، وبعدين قسم الاثنين دول وعملهم الناحيه التانية. يعني لو دوس كنترول زد مثلا ورحت عامل له رايت كليك وادي سيمترايز وهقول له خليك مثلا خليك في الزد بس وهقول له اوكي، هبص الاقيه عمل لي على محور الزد بس، عمل لي اللي هو نسخة منه تاني هنا. طيب انا لو عدلت هنا مثلا او سحبت هل هيعدل؟ لا مش هيعدل، لان ده امر انت بتديهوله بعد انا خلصت خلاص تعديل في الجنب هنا. فهو بيحدد لي المنتصف بتاعي وبيعمل لي منه سيمترايز او ميرور الناحية التانية.
طيب في عندنا حاجة كمان في البوليجونز كنا هننساها، اللي هي كلوز بوليجون هولز، اللي هي دي احنا عارفينها بس تم عمل تطويرات فيها كده. يعني انا مثلا لو ماسك البوليجون ده قلت له اعمل لي انست هنا مثلا، وده برضو حاجة زي كده، ومثلا عملنا مسكت الكلام ده قلت له دلت لي دي ودي، اعمل لهم ديليت ودي مثلا، او اي عدد من البوليجونز مفتوحة عندي زي كده، وقلت له رايت كليك واعمل لي كلوز بوليجون هول، يعني قفل لي الفتحات اللي موجودة في الاوبجكت بتاعي. فبنبص نلاقي هنا عندك في اوبشن اسمه كلوز اول هولز، يعني قفل لي كل اي فتحات موجودة في الاوبجكت بتاعي، بدل ما كنت هقفلها كده بالواحدة وبتاع، لا انا قلت له كلوز اول هولز هو بيقفل لي الكلام ده كله مرة واحدة. وكنترول زد نبص على الاوبشنز التانية، في عندك حاجات اللي هي البيزك دي اللي بتقفل معانا زي ما احنا بنقفل كده مثلا، وفي عندك الجريد وفي الباتش. طيب الجريد عندك مثلا لو جينا نقفل كده، بس هي مش هتظهر معانا هنا، خلينا كده مثلا نجرب في حاجة يكون فيها سيجمنتس اكتر، يعني حاجة زي كده، وهنقول له سي واختار لي مثلا، خلينا نختار حاجات زي كده، وهقول له ديليت، وهنا مثلا وديليت. اوكي. طيب انا لو قلت له رايت كليك ويعمل لي كلوز بوليجون هولز، طبعا لو رحت على البيزك وجيت اقفل كده فهو بيقفل لك الكلام ده كله على ان هو بوليجون واحد، هي فتحه بالنسبه له وبيقفلها. لكن لو جيت على الجريد وجيت اقفل كده فهو بيقرا لي الاتشز اللي حوالين داير وبيوصلها، يعني بيتعامل معاها بشكل سمارت اكتر، ان هو بيعملها بشكل سليم، ده اللي انا عايزه عشان يقدر يساعدني ان انا اكمل موديلنج منها بشكل سليم. طيب في عندك الباتش دي بيدي لك كنترول اكتر، يعني هنا الجريد فيها برضو شوية حاجات زي السلكت نيو بوليجونز، انا لو عملت كده مثلا، لو جيت كده مثلا معلم على سلكت نيو بوليجونز وعملت كده، فهو بيعمل لي سلكت على البوليجونز الجديدة او سلكت اوتلاين او الفونج بريك اوتلاين. لو جيت بقى على الباتش هنا وقلت له الباتش روتيشن، يعني اديته هنا مقدار والويدث مقدار، فبقدر اتحكم في الكلام ده. يعني لو عملت له كده مثلا بص ادالك ازاي، لو جيت قلت له هنا الباتش روتيشن هلعب فيه لحد ما يظبط، مثلا هقول له كده على 90 درجة مثلا، او يعني عند ال 112 دي. في عندك الباتش ويدث، لو انت يعني توزيعة السيجمنتس، طبعا الكلام ده مثلا لو بتقفل خلينا نخلي دي صفر، لو بتقفل مثلا في سيركل او حاجة زي كده الكلام ده هيظبط معاك جدا. في عندك سيلكت اوتلاين والفونت برضو نفس الكلام اللي هو موجود في الجريد، فدي برضو من الحاجات الجميلة ان انت تخيل البوليجون بتاعك او عندك اوبجكت مش عايز تفحص فيه، يعني عايز تجهزه مثلا للطباعة ثلاثية الابعاد او لاي غرض تاني، ومش عايز تفحص بقى كل الفتحات اللي فيه بشكل يدوي، ممكن تيجي تقول له close all polygon holes، يعني قفل لي كل الفتحات اللي موجودة في الاوبجكت ده. فدي برضو من الحاجات اللطيفة اللي اتطورت في الموديلنج. حاجة تانية معانا يا شباب كنا اتكلمنا عنها برضو في دروس قبل كده، اللي هي الفيرتكس ماب، التطويرات اللي تمت فيها. يعني انا لو جيت هنا ورحت حاطط سفير، وبرضه هحط لكم لينك الدروس اللي احنا متكلمين فيها في الديسكريبشن، يعني اللي عايز يزود معلوماته. فانا لو عندي الكلام ده السفير دي وقلت له سي مثلا، واختار لي الفيرتكس دي، وهروح من سيلكت هقول له set vertex weight، تظهر لي الويندو دي وهقول له اوكي، فبيضيف لي هنا الفيرتكس ويت تاج. الكلام ده او الفيرتكس ماب دي انا بستفيد بيها بحاجات ملهاش حدود، يعني هتلاقوا التطبيق بتاع غلي اللبن ان انا هحط لكم اللينك بتاعه، احنا مستخدمين فيه الفيرتكس ماب مع البارتيكل سيستم. ممكن تستخدمها مع الديفورمرز او مع الجنريتورز. بص يعني ممكن تخيل ان انت بتوزع اي عناصر على السفير دي، ممكن توزعها بالفيرتكس ماب. عايز مثلا تعمل اي ديفورميشن او تشوه او تشكيل فيها، او شغل بالنويز او الديسبليسر او الكلام ده، ممكن تعمله كله بتحكم كامل بالفيرتكس ماب. فهي تطويرة مهمة جدا وقوية جدا.
الفيرتكس ماب لو رحت على الاوبشنز بتاعتها هلاقي في حاجه اسمها يوز فيلد، لو ضغطت عليها بيدخلني هنا. هروح على الفريز مثلا وهقول له والله انا عايزك في المود بتاعك جرو، يعني تنمو، يعني تتحرك. يعني هنا مثلا قلنا اللون الاحمر في الفيرتكس ماب ده معناه ان هو مش متاثر، اللون الاصفر متاثر. متاثر يعني ايه؟ يعني انا لو حاطط ديسبليسر مش هياثر على الاحمر ده كله، هياثر على الجزء الاصفر بس. طب ده هستفيد منه بايه؟ هستفيد ان انا لو عملت حاجه زي جرو مثلا وقلت له بلاي، ممكن هنا حجمها صغير نزود الريديوس مثلا نخليه 20، وقلت له هرجع تاني وهقول له بلاي. خلينا كده برضو نرجع على الفريز وهقول له خليك انت في الماكسيمم. طيب يبقى نعلي القيمة هنا بتاعة الريديوس، هقول له مثلا خليك 25، كبرت معانا شوية، وهقول له بلاي. هبص الاقيها بتتحرك معايا، يعني بتعمل انيميشن معايا كده بتكبر. طيب برضو الكلام ده هستفيد منه بايه؟ هستفيد منه ان انا ممكن احط اي افكت معايا او اي جنريتور او اي فيلد، يعني يعمل لي مثلا ديسبليس، يعمل لي تشوه، يعمل لي توزيع العناصر زي ما قلنا الكلام ده بناء على الانيميشن اللي شغال. يعني وانت بتتحرك كده على الفيرتكس اللي هو اللون الاصفر ده اعمل لي مثلا نمو لحاجات او ديسبليس. طيب الكلام ده يعني ايه؟ يعني انا لو جيت مثلا هنا وقلت له انا عايز اعمل ديسبليس، عايز اعمل تشوه على السفير دي، طبعا انا لو دوست بلاي هنا لسه مفيش حاجه. فهاجي على الديسبليسر وهي عندي الفيلدز دي، هقول له حط لي الفيرتكس ماب بتنزل معايا في الفيلدز بتاعته، وهقول له بلاي. طيب لسه ما اتأثرتش، محتاجة حاجة تديها الافكت في الشيدنج. هو كده تقبل او الديسبليس اوكي انا هعملها بالفيرتكس ماب، بس الفيرتكس ماب انت ده مجرد لون وبيمشي. طب انت عايز المقدار نفسه، الارتفاع والانخفاض او التشوه بالديسبليسر ده انت عايزه قد ايه، نقدر نحدده من الشيدنج هنا. طيب الشيدنج ممكن اروح على الشيدر واختار اي حاجة اعمل بيها الديسبليس بتاعي او التشوه بتاعي. ممكن اقول له مثلا color. فبص كده لو لاحظت هنا، يعني لو جيت كده ورحت مختاره، هبص كده لو دوست بلاي، بص التشوه بيحصل معاك ازاي. ولو ضغطت في اي حتة فاضية برضو التشوه بيحصل معاك بالشكل ده. طيب لو نزلت على الديسبليسر مثلا وغيرت بدل الكالر ده اخترت اي حاجة، يعني خلينا كده مثلا نقول له الوتر في السيرفيسز دي، نقول له وتر مثلا، وهقول له اعمل لي بلاي. بص كده الفكرة مش بقى في التمويجة اللي بيعملها دلوقتي، الفكرة اللي هي في البداية اللي هي بتعمل كده وهي ماشية معاك، ده شغل الفيرتكس ماب. يعني أنا لو جيت مثلا هنا ورحت قايل له اعمل لي الافكت سترينث، خليها بطيئة شوية، بدل ما هي 100% خليها مثلا 20%، يعني خليها تمشي بالراحة. هتبص تلاقي يعني لو ضغطت كده في أي حتة فاضية، بص تأثير المية بيمشي معاك من هنا لهنا، يعني مش بيموجها كلها مرة واحدة ويبدأ يروح ويجي، لا ده هو ماشي معاك من هنا لهنا. وهكذا في كل الافكتس اللي معاك. في الحلقة بتاعت غلي اللبن هتلاقيني شارح يمكن الفيرتكس ماب بتفصيل اكتر، وان شاء الله هنعمل لها تطبيقات اكتر الفترة الجاية، لان هي حاجة مهمة معانا او تول مهمة جدا ممكن نطلع بيها شغل ملوش حدود. اخر حاجة معانا في حاجات بسيطة كده تم تغيير اسمها، زي السلكت مثلا بقت بدل ما هي set selection بقت store selection. لو انا عامل سelection لحاجة زي كده مثلا هقول له store selection هتجيلي هنا. في عندك الريسيت بي اس ار اللي كنا بنستخدمها عشان نرجع الحاجة لموضعها الأصلي. يعني أنا لو نزلت مثلا هنا سيلندر كده، يعني احنا بص حركناها من مكانها الأصلي اللي هي نزلت فيه، خلينا نخفي الكيوب ده خالص. أنا حركتها من مكانها الأصلي، فأنا عايز أرجعها لنفس المكان الأصلي اللي أنا كنت منزلها فيه. فكان في حاجة اسمها ريسيت بي اس ار، فتم استبدالها بحاجة اسمها ريسيت ترانسفورم. بدل ريسيت بي اس ار بقت ريسيت ترانسفورم. اقدر اجيب اي امر عندي في البرنامج من شيفت سي. لو ضغطت شيفت سي كده وكتبت مثلا ريسيت ترانسفورم، هبص الاقيها ظهرت عندي هنا، وممكن اخدها كده واحطها عندي في الويندو بتاعتي. ولو ضغطت كده هيرجع لي الاوبجكت للمكان بتاعه. طبعا الكلام ده برضو بيفيدك في موضوع البيرنت والتشايلد والكلام ده. يعني لو جيت هنا مثلا ورحت حاطط السلندر دي تشايلد للكيوب زي كده، قلت له ريسيت بي اس ار، فبيحطها لي
تحت البيرنت او الوالد بتاعها. بس كده يا شباب، يمكن دي مش كل حاجة، لكن دي الحاجات اللي قدرت اجمعها، وان شاء الله لو في حاجات تاني ظهرت او حاجات مغطيتهاش في الحلقة دي هبقى انزلها لكم في حلقة تانية. حاول تعمل ابديت للنسخة اللي عندك وتواكب التحديثات الجديدة. دايما بيكون في تطويرات، يعني دلوقتي الدنيا بقت اسهل، ممكن باستخدام بايرو تقدر تعمل الفاير والكلام ده من غير ما تحتاج لبرامج خارجية. في التولز الجديدة اللي تم اضافتها، تنظيم البرنامج عشان انت لو حبيت مثلا تشتغل مع فريق ولا حاجة، تبقى ما تبصش تلاقي في فجوة كبيرة بينك وبين الفيرجنز الجديدة من البرامج. فحاول دايما تبقى الحاجة اللي عندك ابديتد قدر الامكان. بس كده، اتمنى ان الحلقة تكون فادتكم وضافت لكم ولو شوية لمعلوماتكم. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالحلقات الجديدة، وشير الحلقة مع اي حد مهتم من زمايلك. وتابعونا كل اثنين وخميس. كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.